من مجرد فكرة لحد التنفيذ. ده ملخص هيساعدك تاخد أي قرار بسهولة وبمنهج علمي، وهو ال OODA Loop اللي اتكلمنا عليه في الحلقات اللي فاتت. المديول ده بيتكون من 4 مراحل لازم يكونوا معاك في اتخاذ أي قرار. المرحلة الأولى اللي هي ال O أو Observe، يعني لاحظ صح. إنك تبص حواليك بوعي، مش كل فرصة في السوق هي فرصتك. اسأل نفسك أنا بستثمر ليه وعايز أوصل لإيه فعلا. تاني مرحلة اللي هي ال O اللي هي Orient، يعني تفكر بذكاء، وهي ان انت تبدا تحلل اللي انت شفته في السوق من غير استعجال. قارن الارقام بس برضه تشوف الصوره الكبيره للسوق، المنافسين، ايه التايمنج المناسب. ثالث مرحله اللي هي الدي او ديسايد، القرار الواضح. القرار الصح مش محتاج تفكير كتير، لو الصوره واضحه خليك واضح مع نفسك. ايه الانسب من الاختيارات اللي انت عايزه بالظبط، مش دايما الارخص هو الاصح. رابع مرحله اللي هي الاي او الاكت، انك تنفذ وبثقه. اوعى تقف في النص، لان الناس اللي بتفوز هي اللي بتتحرك. فكرت كويس وخدت قرارك، ادخل على التنفيذ ونفذ دلوقتي. اوعى تستنى الفرصه تيجي لحد عندك. وعشان تبقى عارف، السمارت انفستور زي التاجر الشاطر، ما بيبيعش اي حاجه لاي حد، عارف عميله وبيدور عليه وبيفكر بالكيف مش بالكم. واحنا في انفستمنت دار مش بنحلل السوق بس، لا ده احنا بنساعدك تاخد القرار الصح وتنفذ صح في التوقيت الصح. يلا ادخل اتفرج على سلسلة ال OODA Loop واكتب لنا في كومنت أي استفسارات أو تساؤلات وأنا هرد عليك.